واش فايت لك حاولتي تشد قطه ولكن القطه غا كتشوفك كتهرب وتخليك، ولكن ملي ما كتبقاش تسوق ليها وتمشي دير شي حاجه كتبدا تجي عندك بكل سهوله. يعني ببساطه فاش كتجري تشد شي حاجه ولا توصل شي حد كيبعد عليك كتر، والعكس فاش ما كتبقاش تسوق للحاجه عاد كتبدا تجي بين يديك. طبعا هاد الفكره كيصعب تدخل عقلك ملي كتكون عارف ان المحاوله وبذل المجهود هو سر النجاح. ورغم ان هاد الشيء صحيح، طبعا النجاح كيستدعي انه يكون من موراه واحد المجهود، ولكن حتى كاين واحد الوجه الاخر للقصه، لان قانون الجهد العكسي في بزاف الحالات كيورينا ان المحاوله وبذل المجهود غير كيزيد يصعب علينا الوصول، وانه قد ما حاولنا قد ما كتزيد تكفس علينا، ولكن قد ما حاولتي قل قد ما الامور كتخدم لصالحك. اي ان في تحقيق الاهداف ما كافيش فقط انك دير مجهود وتخدم عليهم، انما خاص توقف في كثير من الاحيان وما دير والو، وتعرف امتى وفين كتحط المجهود ديالك، امتى الامر كيستدعي تصرف بذكاء ومهاره. تخيل شي واحد كيعاني من الارق، قد ما كيحاول ينعس قد ما كيزيد يبقى فايق، وقد ما كيبقى فايق كيزيد يتوتر وهو كيحاول ينعس، ولكن بعد فتره ما كيبقاش يحاول، كيتقبل ان النعاس ما غايجيش ديك الليله، وفجاه جسمه كيترولاكسا وكينعس بلا ما يعقل على راسو. النعاس هو واحد من الحوايج اللي ما يمكنش تبززهم على راسك، لانه باش تنعس خاص الجسم ديالك يتهدن ويرتاح. فاش كتبززو على جسمك كيتوتر، الامر اللي كيخلي النعاس يزيد يطير لك. من الحوايج الاخرين اللي ما يمكنش تبززهم على راسك هي القبول والاعجاب بالاخر، حد ما كيختار يعجب او تعجب بشخص معين. هاد الشي من الحوايج اللي كتجي غاب بوحدها بلا معيار ولا قانون ولا محاولة او مجهود، وعلى العكس قد ما كتحاول تثير الاعجاب للاخر قد ما كتفقدو وتبعدو عليك، ولكن فاش ما كتحاول وتصرف على طبيعتك يقدر يوقع اعجاب متبادل بيناتكم. فاش كنركزو بزاف نحققو شي حاجه كيوقع عندنا واحد التوتر داخلي، وهنا كنصدقو في ضغط كبير، الامر اللي كيؤدي لتحقيق لا شيء. في بزاف د المرات كتحاول تستغل الوقت وتستمتع بحدث معين، ودماغك ديك الساعه كيركز على هاد الفكره اكثر من القياس، وهنا ببساطه كتصدق في نتائج عكسيه وما كتستمتع بحتى شي حاجه. كاينه واحد الميثود سميتها بيرادوكسيال انتنشن، وهي ببساطه كتخليك تتخلص من الافراط في التركيز على فكره معينه، أي أنك ما تحاولش كتر من القياس. وهي ببساطة على سبيل المثال أنك عوض ما تبقى تحاول تبزز على جسمك ينعس، حاول دير العكس، فكر أنك ما ناويش تنعس، هاد الشي كيزول على جسمك الضغط والتوتر وكيترولاكسا، والنعاس كيجي بسهولة غاب بوحدو. في كثير من الأحيان بزاف الحوايج كيتم النجاح فيها بدون وعي بها أصلاً، ولكن في الوقت اللي كنستوعبوها وتحاول تفهم كيفاش تنجحتي فيها كتفقدها في البلاصة. فاش سولوا الكاتب تشارلز بوكوفسكي كيفاش كيكتب، جاوب وقال: ما تحاولش، هذه أهم نقطة في أي حاجة كتسنى، وإلا ما جاتكش كتعاود تسنى شوية مازال، بحال شي حشرة لاصقة في الحيط ما يمكنش تتبعها باش تشدها، كتسنى حتى كتقرب لك، عاد كتقرب ليها نتايا وكتقتلها، وإلا عجبك الشكل ديالها كتشدها وتربيها. خلاصة الكلام، ما حدك كتحاول، ما حدك كتبعد على الهدف، ما حدك كتحاول تثير إعجاب الآخر، ما حد هو كتجي غير مثير للاهتمام وكيهرب منك. قد ما كتركز تبيع شي حاجة قد ما البيع ديالك كيقل فيها، ولكن مع زيرو محاولة تاني ما غاديش تشوف شي نتيجة. لهذا كنقلبوا هنايا على نقطة ما بين المحاولة وعدم المحاولة، وما بين التركيز وعدم التركيز، وخصنا ترويض الرغبة ديالنا بالحصول على الشيء والتركيز عليه باش ما نصدقوش حنايا بالحماس ديالنا الزايد والرغبة ديالنا بالحصول على ديك الحاجة، والضغط اللي خالقينه على ريوسنا هو اللي واقف في طريقنا. لهذا خصنا نكالميو ببساطة العقول ديالنا. خذ لك على سبيل المثال معلم البيانو كيقول لك خاصك اهم شيء تكون مكالمي، ولكن كيفاش غادي ترولاكسا وانت خاص تلعب بسبعانك بسرعه؟ نفس الشيء بالنسبه لمعلم الغناء، وحتى معلم الجولف كيقول لك هاد الهضره.
لهذا خص الواحد يجي ما بين الهدوء والممارسة. ببساطة تهدن، عيش المحاولة ديالك بهدوء، ما تضغطش على راسك، ما تفرسيش النتيجة، استمتع بالبروساس ديال الوصول لواحد الحاجة وطلقها تسرح. وشكرا على المشاهدة، دير لي لايك and سبسكرايب.